أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من آية لله أعظم مني، ولذلك سمي بآية الله العظمى. ليش كلمة آية الله العظمى؟ ليش؟ لأن علي بن أبي طالب هو محمد رسول الله، ومحمد رسول الله هو علي بن أبي طالب. والآية العظمى التي لا فوقها آية ولا جنبها آية ولا تصلها آية هي المشيئة، والمشيئة هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شوي الآن أحاول أربطك في محاضرة بداية التوحيد حتى تفهم شنو اللي جاي يصير. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من آية لله أعظم مني. إذن هو آية الله العظمى. ليش هو آية الله العظمى؟ لأن ما من آية أعظم مني. يعني كلنا آية لله، كلنا. أنا آية الله، ذول المشاهدين آيات الله، هو آيات الله ما خرج من خلقه. هذا البط آية الله، الوز آية الله، الغراب آية الله، القطة آية الله، الكلب آية الله، البشر آية الله، القمر آية الله، الشمس آية الله. فإذا كل شيء في الكون هو آية من آيات الله. لكن من نجي نقول العظمى، العظمى يعني شنو؟ يعني آية ليس بعدها آية، وليس قبلها آية، وليس فوقها آية، وليس جنبها آية. من هذه الآية العظمى التي لا يتضاهيها آية، بل كلنا آيات. أما من الآية العظمى علينا محمد وآل محمد. أحسنت.